كبيرة ما بيني وبين محمد، واكتشفت حاجات على تليفونه وكده، فالمشكلة كبرت. أهلي اكتشفت حاجات على تليفونه وما كانش ينفع أكمل، والمشكلة كبرت وأهلي اتدخلوا. من طه لأول مرة بتظهر وبتحاول تداري دموعها وتكشف عن تفاصيل مفاجئة بعلاقتها بجوزها محمد والأزمة الأخيرة اللي حصلت ما بينهم. ليه المشكلة كبرت كده؟ وإيه اللي شافته على موبايله خلاها تصمم على الانفصال؟ هل فعلا خد كل فلوسها؟ اللي قالته صادم. منا من بعد اللي شافته على موبايل محمد جوزها كان المفروض تاخد هدنة أو فترة كده يبعدوا عن بعض ويفكروا، وهل هتوافق ترجع له تاني ولا هتقرر الانفصال. وفي الفترة دي حصلت مشكلة إنه سحب كل فلوسها اللي في المحفظة اللي على الخط بتاعها واللي محمد كان جايبه لها أيام ما كانوا مخطوبين باسمه. منا قالت إنها اكتشفت ده لما خط التليفون فجأة اتقفل وما بقاش في شبكة خالص، والمشكلة إنها كانت بره بتشتري حاجات وكان المفروض تحاسب عليهم. سابت منا الحاجة ورجعت البيت وحكت لأمها اللي حصل معاها، وفضلوا يشيلوا الخط من تليفون لتليفون برضه مش بيشتغل، لحد لما أمها سألتها سؤال وكانت إجابته صادمة. أمها قالت لها منا هو الخط ده باسم مين؟ منا طبعا اتصدمت وقالت مستحيل محمد يعمل كده، لكن هو طلع إنه عمل كده فعلا. ومنا اتأكدت وقالت إن محمد يعرف كل الباسوردات بتاعتها في كل حاجة، وهي كمان عارفة كل باسورداته. اللي متابع أزمتها يعرف إنها نشرت فيديو كانت منهارة وصوتها رايح ومش قادرة، لكن هي حذفت الفيديو لما الخط رجع لها وفلوسها رجعت لها، لكن نشرته تاني وهي بتتكلم وكانت متأثرة جدا وبتحاول تداري دموعها. وقالت إن محمد عمل معاها كده كعند فيها علشان هي مصممة على الانفصال، لكن ما سرقهاش ولا خد حاجة من الفلوس. منا ما حكتش سبب الخلاف والمشكلة الأساسية، وقالت إنها كبيرة جدا وكل اللي قالته إنها اكتشفت حاجات على موبايله لكن بدون تفاصيل. البعض كان شايف إنه ترند، لكن هي قالت عمري ما طلعت قبل كده وكنت صاحبة ترند ولا حكيت عن حاجة حصلت ما بيننا كبيرة، وقلت إنها هتوصل للانفصال، ولو حصل وكنا بنتخانق كنت بطلع أقول لكم أنا زعلانة علشان كذا وبنظهر مع بعض، بس العمر حذفت صورنا وفيديوهاتنا ولا الموضوع وصل لكده خالص. ولو ترند منه كان الأولى تسيب هي البيت وتقعد عند أهلها وتزعل لها يومين والترند يخلص. وقالت مش مسامحة أي حد طلعني كدابة وقال إني بعمل ترند، مش مسامحة أي حد شتمني في التعليقات، أنا خصيمة له ليوم القيامة وعمري ما هسامحه. من الفترة الأخيرة كانت تعبانة ودخلت المستشفى وعلقت محاليل، ومع تعليقات البعض على فيديوهاتها وأزمتها قالت إنها كانت بتتعب أكتر وقلبها بيوجعها، وكتير من البداية والمتابعين لها كانوا مصدقينها وخايفين عليهم وعلى علاقتهم، وبيبعتوا لهم إنهم يلموا الموضوع ويستهدوا بالله، وياما بتحصل مشاكل وكل مشكلة وليها حل. لكن هي ردت قبل كده وقالت المشكلة جابت مشكلة، أنا مش هفضل طول الوقت أجي على نفسي علشان ما اخربش بيتي، ايه الخراب في كده؟ وياما ناس فاتحه بيوتها ومخروبه وعلاقتهم مش كويسه ببعض. كل اللي طالباه منا من الجمهور يدعي لها لانها فتره صعبه وما تحبش حد ابدا يتحط في نفس موقفها ولا يحس باللي هي حسته. فيا ترى تفتكروا هيرجعوا لبعض والميه ترجع لمجاريها ولا هينفصلوا؟